اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. حلقه النهارده هتبقى مختلفه شويه عشان مش هنتكلم عن منتج معين، لا انا هقول لك كل المكملات اللي انا بستخدمها الفتره اللي فاتت دي، وهقول لك كل مكمل منهم ايه فوائده وبيعمل ايه، وهقول لك كمان كوليكشن كده مكملات مع بعض كنت اتمنى استخدمه من زمان، وهقول لك برضو في اخر الفيديو هل انا بوقف المكملات فتره معينه ولا بستخدمها طول السنه، وكمان في كام كده ملحوظه مهمه جدا في اخر الفيديو. كمل معايا الفيديو ده للاخر واوعدك هتطلع مستفيد. معاكم جورج رضا، قناه دكتور فيت، ويلا بقى نبدأ الحلقة. أول مكمل معانا وهو أساسي في اليوم المالتي فيتامين. الأكل أو النيوتريشن أو التغذية بيتقسم لقسمين رئيسيين. أول قسم وده اللي كلنا عارفينه وهو الماكرو نيوترنت، زي البروتين، الكارب، النشويات، الدهون، ده كلنا عارفينه. في قسم تاني للأسف ناس كتير بتهمله وهو بقى المايكرو نيوترنت، من الاسم مايكرو يعني حاجة صغيرة، ماكرو اللي قلنا من شوية حاجة كبيرة زي بروتين، كارب، وفات. المايكرو بقى وهو الفيتامينات والمعادن. ناس كتير جدا بتركز على الماكرو والحاجه الكبيره، البروتين دخل قد ايه بروتين في اليوم، نسبه النشويات والدهون، لكن بينسوا اهم حاجه وهو المالتي فيتامين او الفيتامينات اللي الجسم محتاجها، وهي ليها وظائف كبيره جدا في الجسم عشان الجسم يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته، زي المناعه، التركيز، النوم، الهضم. فلو اكلك مش متوازن او عندك نقص في بعض العناصر الغذائيه مش بتاكلها كويس، المالتي فيتامين بيعوض لك النواقص دي عن طريق ان هو بيمد الجسم الاحتياج اليومي بتاعه من الفيتامينات والمعادن، بجانب طبعا الاكل الكويس اهم حاجه. وتاني مكمل معانا وهو الاوميجا 3. الاوميجا 3 هو essential fatty acid، حمض دهني اساسي. يعني ايه اساسي او essential؟ يعني الجسم مش بيقدر يصنعه، فبيضطر يستخدمه من مصدر خارجي سواء من الاكل او المكملات. والاوميجا 3 موجود في الاكل طبعا معروف زي الاسماك واللحوم وصفار البيض والمكسرات، او لو مش بتاكل كويس فبتستخدمه من مصدر خارجي او مكمل خارجي. والاوميجا 3 ليه فوائد كتيره جدا، زي ان هو بيلعب دور مهم في صحه القلب والمخ، وانتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهابات، وبيدعم المفاصل، ومفيد جدا للتركيز والمود بتاعك. وثالث مكمل معانا وهو الواي بروتين. الواي بروتين من اشهر المكملات الموجوده في العالم كله، هو والكرياتين طبعا. كنا عملنا حلقات كتير قبل كده عن الواي بروتين، وفي حلقه كامله مخصوص عن مراحل تصنيع الواي بروتين، ايه المراحل اللي بيعدي فيها البروتين وهو بيتصنع وازاي بيتصنع، وخطوات واسرار كده وصور وفيديوهات شارح لك من جوه المصنع. في حلقه كامله عن الموضوع ده، هسيب لكم اللينك بتاعها فوق هنا او في صندوق الوصف في الديسكربشن. البروتين وظيفته زي اسمه بروتين، بيعوض جسمك من البروتين، بيسهل عليك تدخل احتياج الجسم اليومي من البروتين. السكوب فيه متوسط تقريبا 25 جرام بروتين، وانا بستخدم في اليوم سكوب او اتنين على حسب اليوم ماشي ازاي وظروف اليوم، ما لحقتش مثلا اكل كويس وعندي تمرين او مشغول بره طول اليوم على طول ورايح اتمرن، فالوي بروتين بيساعدني ان الحق اكمل احتياجي من البروتين بسهوله، بجانب طبعا الاكل الكويس. ده مش بديل، ده مكمل. وانا جربت انواع بروتين كتير قبل كده، والنوع اللي انا بجربه حاليا هو الواي بروتين فيكتور مارتين. طبعا كل المكملات دي هتلاقيها موجوده في دكتور فيت ستور، اللينك تحت في صندوق الوصف، وما تنساش تستخدم كود خاص دكتور فيت. ونروح لرابع مكمل معانا وهو الكرياتين. الكرياتين معروف، اسمه معروف، حتى لو انت مش بتتمرن او حتى حد ما راحش جيم قبل كده اكيد سمع عن الكرياتين. طيب والكرياتين بيعمل ايه بكل بساطه؟ هديك مثال صغير. لو انت مثلا عاوز تنقل العلبه دي من هنا لهنا، جسمك او دراعك هيستهلك طاقه وهي الاي تي بي. الاي تي بي دي وحده قياس الطاقه للجسم. طيب الكرياتين بقى هيزود من مخزون الاي تي بي ده في عضلاتك في صوره فوسفوكرياتين، فبالتالي مخزون الطاقه في جسمك هيزيد، فهتشيل اوزان اعلى وتتمرن بشده اكبر. والنوع اللي انا بستخدمه الصراحه حاليا هو كرياتين اتش سي ال. انا جربت مونوهيدرات كتير جدا، بقالي فتره كبيره ماشي عليه، فقلت اجرب الاتش سي ال اشوف الدنيا فيه، وفي ريد كده قريب هينزل عن الفرق بين الاتش سي ال والمونوهيدرات بالتفصيل. وخامس مكمل معانا وهو البيتا الانين. بيعمل ايه بقى؟ لما بتتمرن وتشيل وزن تقيل وتعمل بيه عدات، تيجي في اخر كام عده كده تحس انك تعبت وعضلاتك شدت شويه. سبب الموضوع ده هو حمض اللاكتيك. اللاكتيك اسيد هو المسؤول عن تعب العضلات. البيتا الانين بقى هيقلل من حمض اللاكتيك ده عن طريق انه بيزود من ماده الكارنوسين، والكارنوسين بيقلل من اللاكتيك اسيد. فلما بتستخدم البيتا الانين قبل التمرين هيقلل من تعبك في التمرين، فبالتالي تمرينك هيبقى اقوى برضه. والنوع اللي انا بستخدمه حاليا هو بيتا الانين ايس من شركه اف اي، هتلاقوا برضه المنتج على دكتور فيت ستور. ومن المكملات برضه انا كنت بستخدمها فتره بس موقفه حاليا وهو البلاك سبايدر، وهنزل عنه فيديو قريب برضه تعرف انا وقفته ليه. وسادس مكمل معانا وهو الكوليكشن ده اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو، اللي كنت بتمنى اعرفه من فتره وبستخدمه من فتره، وهم الاشواجندا والزنك والمغنيسيوم.
ال3 دول على قد ما هم بيتاخدوا في كبسولة صغيرة، لكن ليهم تأثير كبير جدًا، وكنت باتمنى أستخدمهم لفترة كبيرة جدًا مع بعض، علشان الزنك دراسات كتير أثبتت إنه بيزود من هرمون الذكورة، هرمون التستوستيرون، وطبعًا لو الهرمون عندك زاد فأكيد هتعمل كتلة عضلية وشكل جسمك هيبقى أفضل بكتير. ومش بس كده، كمان الزنك بيزود من إنتاج الكولاجين في الجسم وتجديد الأنسجة، وبيساهم في التئام الجروح أسرع، الhealing في جسمك بيبقى أسرع، وليه دور في صحة الجلد والشعر، ومادة أنتي أوكسيدانت مضاد للأكسدة. والمغنيسيوم بقى ليه دور كعامل مساعد في وظائف أكتر من 300 إنزيم شغالين في جسمك، ليهم علاقة بإنتاج الطاقة والبروتين وصحة العضلات والأعصاب، وبيقلل من الشد العضلي والتقلصات، وبيقلل برضه من التوتر، وبيحسن شوية من جودة النوم، وبينظم ضربات القلب. ونروح للأشواجندا، وأكيد سمعت عنها قبل كده، انتشرت مؤخرا جامد الفترة الأخيرة، وأنا باستخدمها تقريبا بقالي شهر. وهي مادة بتساعد على التأقلم مع التوتر والضغط الجسدي والعصبي، وبتساعدك إنك تتعامل مع الضغوط بشكل أهدى وأذكى عن طريق إنها بتقلل من هرمون الكورتيزول، وبتدعم برضه هرمون التستوستيرون زي ما قلناه عن الزنك، وبتساعد برضه شوية بتحسين الأداء الرياضي وتمرينك، والأهم إنها بتساعدك على النوم، ودي سبب لازم استخدمها عشانها. والصراحة قبل ما أنام باخد حباية من الزنك والمغنيسيوم مع الأشواجندا، فرقوا معايا جدا في جودة النوم. كان عندي مشاكل كبيرة جدًا في النوم الفترة اللي فاتت، بس لمّا بقيت أستخدم الcollection دول مع بعض، فرقوا معايا شوية في النوم، وبقيت أعرف أنام أحسن وأسرع، إن أنا كنت باقعد فترة مثلًا حاطط دماغي على المخدة مش بانعس، بس الفترة اللي فاتت استخدمت ال3 دول مع بعض، حسيت فعلًا بفرق. أنا مش طالع، ده مش إعلان، مش طالع أشكّر لك في حاجة معينة أو أقول لك أبيع لك، لأ، أنا باقول لك حاجة فعلًا أنا جربتها وحسيتها. فكنت حاسس إن أنا عايز أطلع أقول كده، عشان لو حد عنده نفس المشكلة يجرب الحل اللي أنا عملته وفرق معايا. أنا من فترة برضه كنت ضد فكرة إن أنا أستخدم أشواجندا أو حاجة تخليني أنام، لكن لما جربتها قلت أجرب، وبرضه جربت ال3 دول مع بعض، بس زي ما قلت لكم فعلا فرق معايا جدا في موضوع النوم وخليتني أنام كويس جدا. لكن في كام ملحوظة ومعلومة هقولها لك مهمين جدا. أول حاجة، مش شرط عشان مكمل جاب مع شخص نتيجة يبقى هيجيب معاك نفس النتيجة، والعكس مش شرط إن مكمل جاب معاك نتيجة يبقى هيجيب مع صاحبك نتيجة. طبيعي مش كل البشر زي بعض، استجابة أجسامنا للأدوية أو المكملات تبقى مختلفة، كل واحد غير التاني. وغير كده أصلا ممكن أنت مثلا تكون استخدمت مكمل والتزمت بيه بالدايت والتمرين فجاب معاك نتائج كويسة، صاحبك جه استخدمهم لكن ما التزمش أوي في التمرين، عك شوية في الدايت، فما حسش بنفس النتيجة. فأنت في عوامل كتير جدًا تحدد النتيجة، مش مجرد استخدامك لمكمل معين هو اللي يقول إنك هتعمل نتيجة والّا لأ، أو استخدامك الشخص أنت لمكمل معين هو اللي يحدد المكمل ده فعّال والّا لأ. ونروح بقى لنقطة مهمة جدًا كذا حد كان بيسألني عليها، وهي هل مثلًا محتاج أستخدم بروتين على طول عادي والّا أوقفه؟ هل مثلًا محتاج أستخدم كرياتين، بيتا ألانين على طول والّا أوقفهم بعد فترة وأرجع أستخدمهم تاني؟ بُص، أنا أقول لك حاجة بسيطة جدًا، أنا باجي شهر كده في السنة باوقّف كل المكملات اللي أنا باستخدمها، حتى حباية المالتي فيتامين ما ادخلهاش جسمي، باعمل كده لجسمي زي ديتوكس من أي مكمل غذائي، باوقّف كل حاجة حرفيًا، لكن مش باوقّف تمرين ولا باوقّف دايت، عادي باتمرن عادي وامشي على الدايت والعب الكارديو وكله تمام، لكن أنضّف جسمي خالص من أي مكمل غذائي واريّح جسمي من أي مكمل. آخر مرة عملت كده كان شهر 1 اللي فات مع بداية السنة الجديدة، وقّفت كل المكملات ورجعت عادي في شهر 2 استخدمت مكملات تاني وجربت حاجات جديدة. حابب تعمل كده برضه، حابب ما تعملش، براحتك. زي ما قلت لك استجابة أجسامنا للحاجات دي مختلفة، ومش كل البشر زي بعض، وكل واحد ليه هدف غير التاني برضه، مفيش حاجة معينة صح لكله أو غلط لكله، كل واحد غير التاني ليه هدف معين، ليه طريق معين عايز يعمله، فأنت بتحدد على أساس الطريق بتاعك والهدف بتاعك. أهم حاجة عشان تلاقي نتيجة إيه؟ الأساسيات، المثلث أو الهرم الأساسي، وهو تتمرن كويس، تاكل كويس، وتنام كويس، بس دول اللي يعملوا لك نتيجة. المكملات دي كلها حاجة تكمل أكلك، لكن مش أساسي. الأساسي أكلك وتمرينك ونومك والريكفري بتاعك. ولو بقى عاوز تنزل الجيم وتتمرن وتطور تمرينك وشكل جسمك والدايت بتاعك، وعاوز تضيف مكملات في الدايت بتاعك وكمان متشتت مش عارف تظبط كل ده ازاي، دي بتاعتي. تبعت لي مسج على انستجرام او الواتساب عادي، اسيب لك كل ده في صندوق الوصف تحت. في كذا طريقه تتواصل معايا، بنظبط كل ده بقى عن طريق التدريب الاونلاين مع بعض. انا اللي بتابع معاه دايركت، وبحط لك نظام الاكل بتاعك والتمرين بتاعك والمكملات والكارديو، انا اللي بحط لك بنفسي كل ده، وانا اللي بتواصل معاك دايركت، وبنتابع مع بعض على طول على الواتساب لو احتجت اي حاجه. وما تنساش كود خصم دكتور فيت 5 على الويب سايت لاي مكمل هتحتاجه. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده. لو عندك اي سؤال او حابين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.